أعلن جلال القادري اليوم الخميس 31 أوت 2023 عن قائمة المنتخب التونسي، والتي شملت 26 لاعبا متكونة من 3 حراس مرمى و9 مدافعين و6 لاعبي وسط و8 مهاجمين. عسلامة ومرحبا بكم الناس الكل. خلال ندوة صحفية بمقر الإدارة الفنية للاتحاد التونسي لكرة القدم اليوم الخميس 31 أوت 2023، أعلن الناخب الوطني جلال القادري عن قائمة اللاعبين الذين تم اختيارهم لخوض كل من مباراة بوتسوانا يوم 7 سبتمبر 2023 ضمن التصفيات المؤهلة لكأس أفريقيا 2024 بساحل العاج، والمباراة الودية ضد المنتخب المصري بالقاهرة يوم 12 سبتمبر 2023. وأوضح جلال القادري في حديثه بالمؤتمر الصحفي بأن المعايير الرئيسية التي تم استخدامها في تحديد هذه القائمة تقوم بالأساس على مدى جاهزية اللاعبين ووضعهم في أنديتهم، وأن اختيار اللاعبين تم وفقا لمنهجية عمل واضحة بهدف تعزيز استقرار خط الوسط وتطوير الكفاءة الهجومية للمنتخب. كما أكد جلال القادري أن البحث مستمر عن عناصر جديدة قادرة على تلبية المتطلبات الفنية والرياضية وإعطاء الإضافة في المنتخب، وهو كما يتضح من خلال استدعاء كل من اللاعبين علي يوسف وأنس حاج محمد، الياس سعد، عمر العيوني وسيف الله الطيف، وهو ما سيسمح بتقييمه من خلال هذا التربص والنظر في حلول هجومية جديدة. وفيما يلي قائمة المدعوين: في حراسة المرمى كل من أيمن دحمان، بشير بن سعيد ومعز حسن. في خط الدفاع نجد كل من علاء غرام الناشط بالبطولة التونسية مع النادي الصفاقسي، علي عابدي لاعب كون الفرنسي، علي معلول لاعب الأهلي المصري، منتصر الطالبي لاعب لوريون الفرنسي، نادر الغندري عجمان الإماراتي، أسامة الحدادي جروتا فورس الألماني، وجدي كشريدة أتروميتوس اليوناني، ياسين مرياح الترجي التونسي، ويان فاليري أونجيل الفرنسي. وفي خط الوسط تم استدعاء كل من الياس الصخيري الناشط بالبطولة الألمانية مع نادي أنتراخت فرانكفورت، حنا باع المجبري مانشستر يونايتد، حمزة رفيع ليتش الإيطالي، عيسى العيدوني يونيون برلين الألماني، محمد علي بن رمضان في رينك فاروس المجري، وسامي شوشان برايتون الإنجليزي. أما في خط الهجوم فقد تم استدعاء كل من علي يوسف وعمر العيوني لاعب فريق هاكن السويدي، والوافد الجديد أنس حاج محمد الناشط في فريق بارما الإيطالي، الياس عاشوري كوبنهاجن الدنماركي، الياس سعد سان باولي الألماني، هيثم جويني الناشط بالملعب التونسي، سيف الله طيف وينترسون السويسري، ويوسف المساكني الناشط بالعربي القطري. لهنا نوصلوا لنهاية الفيديو، مشكورين على المتابعة. ما تنساش تعمل جيم للفيديو وتشترك في القناة باش تكون أول من يوصلك جديدنا.